الصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا. مش هتخلص. ده غير ان اجمل حاجه فيها ان احنا هنشوف ربنا سبحانه وتعالى. فانت عايز تقول لي انك ممكن تزهق لانك كل يوم بتشوف ربنا؟ انت هتكون في دار الكرامه. ربنا سبحانه وتعالى عاوز يكرمك. انت عديت من امتحانات الدنيا والابتلاءات بتاعتها، فمن النهارده دي المكافاه بتاعتك. ففكره انك ممكن تزهق او تمل من الجنه عشان هنعيش فيها حياه ابديه، شيلها من دماغك خالص، لان عمرها ما هتحصل. فيا رب اجعلنا من اهل الجنه، وصلي على سيدنا محمد. ليه دايما بتلاقي الناس بيحكوا لنا عن عذاب القبر ومش بيحكوا لنا مثلا عن النعيم اللي فيه؟ ليه مش بيقولوا لنا ايه اللي هيحصل للصالحين في قبرهم؟ ليه دايما بتلاقيهم بيخوفونا من الموت وبيحسسونا ان ربنا سبحانه وتعالى هيعذبنا عذاب مش هيخطر على بال حد؟ اجمل يوم في حياه الانسان هو اليوم اللي هيروح يشوف فيه ربنا سبحانه وتعالى. تكون خايف ازاي وانت روحك هتكون ما بين ايدين ارحم الراحمين؟ اول ما الانسان يموت وينزل القبر بتاعه، اول حاجه تلقائي بتحصل له ان هو بيتسال الثلاث اسئله: من هو ربك، وما هو دينك، ومن هو نبيك؟ وباذن الله كلنا نجاوب على الاسئله دي. قولوا امين. بعد ما الانسان الصالح يجاوب على الاسئله ويقول ربي الله وديني الاسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انت كده خلاص مفيش خوف عليك. اول ما انت بترد على الاسئله دي، سيدنا محمد قال لنا ان ربنا بيرد عليك ويقول صدق عبدي. هنا ربنا سبحانه وتعالى يامر الملائكه ان هم يفرشوا قبرك من الجنه. مش كده وبس، ده كمان ربنا هيامرهم ان هم يفتحوا لك باب من القبر بتاعك تشوف فيه مكانك في الجنه ويدخل لك كمان ريحتها. يعني تخيل كده وانت قاعد تحت يا معلم، مفتوح لك باب شايف فيه مكانك اللي هتقعد فيه في الجنه، وكمان الروائح عماله تيجي على